إن القومية العربية هي الدرع الذي يحمي الوطن العربي من مؤامرات الاستعمار. إن القومية العربية هي السلاح الرئيسي الذي مكن من هزيمة العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الصهيوني ضد مصر. هذا العدوان الذي كان يهدف الى القضاء على القومية العربية، ولكنه قواها واشعلها ومكنها. ان القومية العربية التي اشتعلت اليوم والتي امن بها كل عربي حر هي السلاح الذي سنحارب به دائما العدوان، وسنحارب به دائما السيطرة الأجنبية، وسنحارب به آمال الصهيونية في التوسع والسيطرة على العرب. القومية العربية أيها الإخوة هي السلاح الرئيسي. القومية العربية التي تمتد من مراكش إلى بغداد، هذه هي سلاحنا وهذه هي قوتنا. القومية العربية هي عدتنا الرئيسية في المعركة الطويلة التي تنتظرنا حتى نثبت حريتنا وحتى نثبت حقوقنا في الحرية وحقوقنا في الحياة. القومية العربية التي يتآمرون عليها، تآمروا عليها بالعدوان ففشل العدوان، تآمروا عليها اليوم بالمكائد ففشلت المكائد. القومية العربية أيها الإخوة هي كل فرد منكم، هي سلاحكم، هي سلاح كل عربي حر، حتى لا يتكرر ما مضى وحتى لا يتكرر ما فات. القومية العربية هي درع كل وطن عربي وكل بلد عربي حتى يستطيع أن يحافظ على كيانه وحتى يستطيع أن يحافظ على حريته. القومية العربية هي السلاح الذي مكننا من أن نقضي على عدوان دولتين من الدول العظمى بريطانيا وفرنسا. والقومية العربية هي التي مكنتنا من أن نقضي على عدوان إسرائيل صنيعة الاستعمار التي أرادت أن تتخذ من العدوان البريطاني الفرنسي ذريعة حتى تثبت وجودها في هذه البقعة من العالم. القومية العربية هي العلم الذي سنرفعه دائما وسنعمل على تثبيته. القومية العربية هي العلم الذي سنعمل جميعا على حمايته من أجل كل فرد من أبناء الوطن العربي ومن أجل حرية كل فرد من كفاح الشعب العربي. حياك الله يا جمال، حياك الله يا جمال. شباب فلسطين تبايعت، شباب فلسطين تبايعت. القومية العربية هي سبيلنا، هي التي حررت غزة من الاستعمار الصهيوني. القومية العربية هي التي ستعمل دائما على تثبيت حرية الشعوب العربية. وبالقومية العربية أيها الإخوة سنستطيع أن نسترد حقوق شعب فلسطين التي انتهكها الاستعمار والتي انتهكتها إسرائيل. القومية العربية هي سلاحنا القوي الذي يجب أن نعمل على تثبيته والذي يجب أن نعمل على رفع شأنه. القومية العربية هي سلاحنا الرئيسي في معركتنا الطويلة ضد الصهيونية وضد الاستعمار. إننا أيها الإخوة في هذه الأيام الماضية قابلنا الكثير من المؤامرات وقابلنا الكثير من الاعتداءات، ولكن خرجنا منها بحمد الله أقوى مما كنا وأصلب عودا، أقوى مما كنا في إيماننا بالحرية وفي إيماننا بالاستقلال وفي إيماننا بحقوقكم أنتم شعب فلسطين، أقوى مما كنا.
الاستقلال، عاصمة خط الاستعمار، عاصمة الاستقلال، عاصمة خط الاستقلال. اقوى مما كنا لم ترهبنا القنابل ولم ترهبنا البوارج ولم يرهبنا العدوان ولم ترهبنا الدول العظمى. اننا اليوم اقوى مما كنا لاننا نؤمن بانفسنا ونؤمن بشعوبنا ونؤمن بالقومية العربية التي ظهرت وتحققت في هذه الفترة من الزمن. اننا اليوم اقوى مما كنا لاننا رأينا العدوان وهو يرتد خائبا، يفشل عسكريا ويفشل سياسيا. اقوى مما كنا لاننا رأينا الامة العربية وقد تماسكت وتضافرت وصممت على ان ترد العدوان، وشعر العالم كله ان القومية العربية حقيقة واقعة. اننا اليوم ايها الاخوة اقوى مما كنا، اقوى ايمانا واقوى عودا. واننا اليوم نتجه الى المستقبل لنثبت دعائم الحرية ولنثبت دعائم الاستقلال ولنعيد الحقوق الى اصحابها. وفقكم الله والسلام عليكم.